يعني نستغرب كل الاستغراب حينما يكون هذا السيل العرمرم في الإعلام المصري الذي يزج باسم حماس في الشأن المصري الداخلي، ويتحدث أن حماس متورطة بقتل الجنود المصريين، وأنها تخطط للاستيلاء على سيناء، وأنها كانت موجودة على الأبراج العالية بالقناصة تقتل في ميدان التحرير، وأنها هي التي اقتحمت السجون المصرية وأفرجت عن كل السجناء في مصر. يعني نستغرب ذلك. حماس ليست كذلك، الشعب الفلسطيني ليس كذلك. مصر بالنسبة لنا بما تمثله لنا وللأمة العربية، مصر تاريخ، ماضي، حاضر، مستقبل، ذخر استراتيجي. مصر من يخونها يخون الدين، ومن يسفك دم جيشها فإنما يسفك دم القدس والأقصى، وحماس لا تفعل ذلك أبدا. لا يمكن هذا. ويقف بعض الناس، نسأل الله لهم الهداية، ونحن والله نحب مصر، شعبها وأرضها ونيلها وقادتها، لأنها أم البلاد وغوث العباد، وهي عاصمة القلوب وعاصمة الخير للناس بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقولها وبكل وضوح لأشقائنا في مصر: إن شعبنا الفلسطيني وإن غزة وإن حماس لا يمكن إلا أن تكون درعا واقيا لمصر ولأمن مصر واستقرار مصر. وموضوع سيناء إخواني، إحنا لما الناس في الحصار، يعني تحت ضغط الحصار، نزلت الجدار، دخل إلى الأراضي العريش ورفح المصرية حوالي 750 ألف مواطن من غزة، لكن ما إن طلب منهم العودة إلا وجميعهم قد عادوا إلى غزة. لم يبق مواطن غزاوي فلسطيني في مصر في ذلك الوقت. لم يقع أي حادث، لا حادث سرقة، لا حادث لأي شيء. عشرات الآلاف من الناس أخذت حاجتها ثم عادت إلى بلدها وعادت إلى غزة. في الحرب الأولى رأينا أبناء غزة وأبناء الشعب الفلسطيني اللي كانوا خارج غزة في الحرب أصروا أن يدخلوا غزة، لا أن يخرجوا من غزة. لن نهاجر من فلسطين إلا إلى القدس إن شاء الله. لن نهاجر من فلسطين إلا لفلسطين نفسها. نعم، أشقائنا العرب والدول العربية هذا عمقنا الاستراتيجي، ومن حق أي عربي ومسلم أن يعيش في أي مكان وأن يتجول في أي مكان. هذه حدود سايكس بيكو، ولكن هذا هو الواقع. لذلك أمن سيناء هو من أمننا، وإحنا نشرين قوات على الحدود لكي تقوم بواجبها في حفظ أمن الحدود والأمن المشترك. إحنا مشكلين لجان أمن عليا تزور القاهرة بشكل دائم وتلتقي بالإخوة في المؤسسات الأمنية وجهاز المخابرات لتتناول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. نحن لم نتحرج أن نقول أنه ليس عندنا أي مشكلة في التعاون الأمني مع أشقائنا في مصر. نحن ضد التعاون الأمني مع العدو الصهيوني.